بعد سنين طويلة من الكفاح والتطوير والتعليم، اكتشفت إن أحلى مرحلة في رحلتي التعليمية كانت هنا في التعليم الأونلاين. كل خطوة عملتها في حياتي كان هدفها إني أكون مدرسة شاطرة، إزاي أطور نفسي، إن تبقى حصصي ممتعة، إن الطالب يقدر يفهم مني المعلومات بسهولة بطريقة ممتعة. لكن أجمل حاجة في التدريس مش شرح الدرس بس، أجمل حاجة كانت اللحظات اللي بشوف فيها أثر تعبي مع ولادي. لما أشوف طالب اشترك معايا وما كانش بيحب الساينس، بعد فترة صغيرة بقى بيفهم الساينس ويحبه وبقى متميز فيه. لما اشوف طالبة جديدة خجولة ومترددة وبعد وقت صغير الاقيها بدأت تشارك وتتفاعل وتنطلق معانا، دي لحظات بالنسبة لي غالية قوي، عمري ما اقدر اقدرها بتمن. لان علاقتي بطلابي مش مجرد اني مدرسة بشرح لهم المادة والموضوع بيخلص، انا شايفاهم زي ولادي، بخاف عليهم وبفرح بالتقدم بتاعهم، واتمنى ان كل واحد فيهم يوصل للمكان اللي بيحب. بحب اولادي في الصفوف الصغيرة جدا، براءتهم وأسئلتهم الجميلة وعفويتهم وضحكهم وقت الحصة. وبحب كمان ولادي وطلابي الكبار اللي كبروا معايا وعاشوا معايا رحلة تعلم الساينس سنة ورا سنة. أمنيتي دلوقتي لكل طالب عندي إني أشوفه في المستقبل ناجح في المجال اللي بيحبه ومتميز فيه. مش لازم يعني يكون عالم في العلوم، المهم إنه يكون شخص يعرف قدراته ويقدر يحقق أحلامه. أما رسالتي بقى لكل معلم، لو عاوز طلابك يحبوك بلاش تقدم لهم المعلومة وبس، المعلم الحقيقي هو اللي بيحط جزء من قلبه وروحه في التعليم. لأن هدفنا كمعلمين مش الفلوس وبس، لكن هدفنا الحقيقي إننا نسيب أثر في عقل وقلب كل طالب عندك، وتخليهم يحبوك ويتعلقوا بيك قبل ما يتعلموا منك، وإنك تساعدهم وتوجههم إنهم يكونوا أفضل نسخة من نفسهم. ودي كانت رحلتي باختصار، وأتمنى إن يكون فيها مصدر إلهام ليكم لو أنتوا نفسكم تحققوا أحلام.